هل كنت ممكن تتخيل إن أسباب فتح شركتك هي نفسها أسباب إغلاق شركتك؟ أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة عقلية ناجحة تساوي شركة ناجحة، والنهارده هتكلم من زاوية أسباب فتح شركتك الجزء الثاني. خليني الأول أفكركم بهدف سلسلة الفيديوهات دي. أنا بشارك معاكم خبراتي وخبرات ناس كتير في مجال ريادة الأعمال والبيزنس اللي هتوفر عليك وقت ومجهود وصحة وفلوس. أول ما هتخلص الفيديوهات دي هيكون عندك رؤية مختلفة في نجاح شركتك، وهتكون شايف كمان زوايا جديدة وأنت بتاخد قراراتك في الشركة علشان تتجنب كل المشاكل والأخطاء اللي وقعنا فيها. خلينا بقى نكمل اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت. لما بحضر استشارات لشركات أو ندوات تقييم مشاريع للشركات بسأل الشباب شوية أسئلة، بس أهمهم أنت ليه عايز تفتح الشركة؟ احنا في الفيديو اللي فات خدنا 3 إجابات، النهاردة هنجاوب بقى الإجابة الرابعة والخامسة والسادسة. رابع سبب: أنا عايز أفتح شركتي عشان يكون عندي القدرة على تطوير المنتجات أو الحلول اللي السوق عايزها. طيب هنا عايزين نقف مع بعض شوية، لأن التجارب هي اللي المفروض تتكلم. من خلال التجارب بتاعتي وناس تانية كتير في نفس المجال هقول لك بمنتهى الثقة انك محتاج تمسك العصاية بس من النص علشان تعرف تبدأ وتنجح في البيزنس بتاعك في نفس الوقت. وهنا في مقولة متعلقة بقرار التطوير اللي انت بتحبه. لازم دايما تكون في بالك وانت بتاخد قرار اي حاجة هتطورها ازاي في الشركة او حتى بعد ما تفتح شركتك. المقولة دي بتقول ايه؟ ان السعي للتطوير والبحث عن الكمال ممكن يؤدي الى سلوكيات عكسية تعيق التقدم اصلا. انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ لان حب التطوير غالبا بيكون مرتبط بالمماطلة والخوف من الفشل وصعوبة اتخاذ القرار. طيب بص يا سيدي، تعال ناخد بقى مثال تاني. وتخيل انك هتبدأ شركتك وعندك منتج او بتعمل موبايل ابليكيشن. اكيد هتفكر ازاي تطور المنتج ده، وطبعا انت عايز تطلع باحسن حاجة فيه. وهنا احتمالية ان الوقت يسرقك هتكون كبيرة جدا، وممكن كمان تلاقي شركة نزلت بمنتج زي المنتج بتاعك، فتروح انت واخد قرار انك ما تنزلش بالمنتج بتاعك دلوقتي وتطور فيه شويتين، وتيجي تنزله تلاقي المنافس طور هو كمان، او تلاقي منافس جديد ظهر في الصورة ما كنتش عامل حسابه، وتدخل في دايرة التطوير المغلقة اللي ممكن تخليك تقفل الشركة نتيجة عدم البيع مع وجود اعباء مالية كبيرة عليك جدا. التطوير مطلوب طبعا، بس المهم انه ما يعطلكش. ابدأ وانزل بالمنتج بتاعك الاول وطور فيه وانت ماشي بخطة. دايما بنقول اعمل تطورات سريعة وصغيرة، بيبي ستيبس كده، افضل بكتير قوي من انك تعمل تطورات كبيرة كل فين وفين وسايب الملعب للمنافس يرتع فيه. خامس سبب: عايز يكون عندي القدرة على التحكم في منظومة كاملة علشان اعمل اللي انا عايزه براحتي. ريادة الاعمال والبيزنس طبعا بتكون عايزة مدير قوي، مفيش فيها كلام، والادارة القوية هنا بتميل لاتخاذ القرارات تكون سريعة وتكون مبنية على خبرة ورؤية. بس ثواني، الغلطة اللي بيقع فيها بقى اصحاب البيزنس ان الموضوع بيقلب معاهم لديكتاتورية، شايفين وجهة نظر واحدة بس، ودي بتكون بداية النهاية بتاعتهم. اول ما قراراتك تكون مبنية على وجهة نظر احادية علشان حبك في التحكم، لازم تراجع حساباتك بسرعة. في الشركات هتلاقي ناس متخصصة وفاهمة في الحتة بتاعتها كويس قوي، هنا لازم نحترمهم لأنه كل آرائهم مبنية على خبرة. مش معنى انك صاحب الشركة في كلامك هو اللي يمشي. هقول لك جملة صعبة وهي سليمة 100%: لازم تشتغل على طريقة تغيير عقليتك علشان تفصل بين ملكيتك للشركة وإدارتك للشركة. لو عندك مثلا حد بتاع مبيعات كويس، المفروض تلاقيه أحسن واحد هو بيحط خطط بيع ويعرف ينفذها. لو هتلاقي عندك حد بتاع ماركتينج، المفروض انه برضه تلاقيه احسن واحد بيحط خطط تسويق واستراتيجيات. لو عندك واحد بتاع حسابات، المفروض هو اللي يمسك ويكون فاهم كويس قوي في الميزانيات وقوائم الدخل والضرائب وكل الامور المتعلقه بالماليات. عندك واحد بتاع التحصيل وتوصيل الطلبات، يبقى ده المفروض تلاقيه فاهم كويس قوي، ولازم نحترمه كمان ان هو بيعرف امتى يروح يوصل وخط السير وازاي يحصل الفلوس من عند العملاء. من الاخر كده لازم تحترم كل الخبرات دي وتعرف تديرها، مش تتحكم فيها عشان ما يمشوش. الشركات لا تدار بالديكتاتورية، لانها بطريقة او باخرى بتحول فريق العمل ان هم يبقوا موظفين، ودي اكتر حاجة تكون غير صحية في شركتك انت خلقتها، واكتر حاجة ممكن تخلي الناس تمشي ان هم يتحولوا الى موظفين في شركتك. في حاجة انا قلتها من شوية بس حابب اكررها تاني لانها مهمة جدا: لازم تفصل بين ملكيتك للشركة وادارتك للشركة، ولازم كمان تفصل تماما بين ذمتك المالية الشخصية وكونك شخص اعتباري كمدير للشركة. ايه الكلام ده؟ مش معنى انك صاحب الشركة انك تسحب فلوس من الخزنة او من البنك من غير علم الحسابات. ما ينفعش برضو انك تشتري حاجة للشركة بتاعتك من كارت الفيزا بتاعك او بفلوسك الشخصية. سادس سبب: عايز اعمل حاجة وانجح فيها.
طبعا طعم النجاح حلو مفيش كلام، بس هل انت عارف مكونات طبخة النجاح دي ايه؟ وهتاخد مجهود وفلوس وصحة وتضحيات قد ايه؟ معنى ان شركتك تنجح يعني يكون في منظومة من الناس بتشتغل بجد وهم اللي واقفين ورا النجاح ده. وعشان كده لازم تكون فاهم ومدرك ان في بيوت هتتفتح بسبب شركتك واللي هتكون مصدر رزقهم، وده المفروض يحط عليك ضغط ومسؤولية كبيرة على فكرة. بصفتك صاحب الشركة لازم كل القرارات تكون مدروسة، لانك ممكن تتسبب في بعض الحالات انه في موظفين يمشوا او بيوتهم تتقفل للاسف. وخليك متاكد ان في علاقه طرديه ما بين النجاح والضغوط، يعني كل ما هتنجح اكتر كل ما يكون عليك ضغوط اكتر. وهنا انا بتكلم عن ضغوط داخليه وضغوط خارجيه من السوق والمنافسين كمان، هشرحها وهتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه علشان تعمل حسابك عليها. بعض الضغوط دي هيكون ليها حلول طبعا، بس للاسف في بعضها هيكون كمان بيستلزم انك انت توافق على التنازلات. اقول لك على حاجه غريبه بس لو فكرت فيها هتلاقيها منطقيه. احيانا كتر الضغط اللي انت حاطه على نفسك عشان تنجح بيكون هو اكبر عائق ليك علشان توصل للنجاح ده، وده لانك في الاغلب بتاخد بعض قراراتك بشكل عاطفي، وهيكون في تحيز لارائك، وهتلغي بعض الاعتبارات اللي كان من المفترض انها تعمل شويه توازنات. اصحاب الشركات كتير في ظل جريهم ورا النجاح اهملوا تماما المخاطر واخدوا قرارات متسرعه، واهملوا كمان الناس اللي بتشتغل معاهم. ساعات كتير كمان في سباق النجاح بيحصل غلطات كبيره، وهقول لك على غلطه انا كمان وقعت فيها: الافراط في استخدام الموارد الماليه والبشريه والزمنيه في سبيل الوصول للنجاح. ودي من الحاجات اللي تخليك ما تقدرش تكمل سباق النجاح ده وانت بكامل طاقتك ومحافظ على الموارد بتاعتك، بالتالي نفسك هيكون قصير. يا رب تكونوا فاكرين لما قلت لكم عن بير الميه المالحه في الفيديو اللي فات. خلطه النجاح في البيزنس محدش يقولك عليها على فكره، لانها ببساطه اللي يخلي البيزنس بتاعي انا ينجح مش لازم يكون هو نفس السبب اللي ينجح شركتك. بس انا هقولك على اشهر الحاجات الصح واشهر الحاجات الغلط اللي معظم رجال الاعمال اتفقت عليها. لو عايزين تتعمقوا اكتر في رياده الاعمال تابعوني علشان هنشرح باقي التفاصيل دي بس من زاويه جديده. وفي الفيديوهات اللي جايه هشرح ازاي اتجنب الوقوع في الاخطاء، وهجاوب على اهم الاسئله المرتبطه بنجاح الشركات واللي بتدور في دماغك دلوقتي، زي مثلا ايه الحاجات اللي هكون محتاجها وانا بفتح شركتي، ومن ضمنها المهارات هنتكلم عليها. وهقول بعض المواصفات لو لقيتها في شريكك تخلع وتمشي على طول. وهقول لك ايه اخطر الاخطاء الشائعه اللي بتسبب خساره كبيره جدا للشركات. انت عليك تسعى وتجتهد، بس كمان محتاج توفيق من عند ربنا. وصدقني خلي سبب فتح شركتك يكون انك عايز تفتح باب رزق لناس كتير. هي دي التجاره المظبوطه اللي ربنا بيساعدها وبيكرم اصحابها. وصلنا لفقره الكتاب، والنهارده معانا كتابين مهمين جدا هيحطوك على الطريق الصح: Born to Shine, The Hard Thing About Hard Things. والكتابين دول هتعيش في قصه نجاح مبهره طلعت بمنتهى الصعوبه من غرفه نوم صغيره وب $500 بس. وهتعرف كمان ان البيزنس محتاج افضل الاساليب عشان تحقق اعلى النتائج، وازاي تبعد عن الايجابيه المزيفه. ما تنساش تكتب في التعليقات ايه اكتر حاجه سمعتها وعجبتك او استفدت منها، او تكتب لينا الحاجات اللي نفسك نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه، واكيد هعمل لكم عنها حلقه مفصله. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجديد.